ده ايه السلاح ده كله؟ ده عيد ميلاد بن لادن ده ولا ايه؟ يا نهار اسود. بقول لك يا سلطان عشان نبقى متفقين من الاول اهو، مهما اتضغط علينا هي بس اللي هترقص. ماشي. استنوا هنا الباشا جاي على طول. باشا مين؟ ايه ده؟ مش ده الجزار بتاع فيلم تيتو؟ لا، ده بتاع مافيا. إنه وفي مثل هذا اليوم الأول من أغسطس كان يوم عيد ميلادي أنا الجزار. يصبح العالم من بعد ذلك مكان غير آمن. اليوم سوف نحتفل سويا، سوف نرقص، ثم نلهو ونغني، ثم نعذب، ثم نأكل ونشرب، ثم نذبح، ثم نمرح، ثم نعذب. طب ما احنا ممكن نمشي بعد نمرح، مش لازم نستنى لما يعذب. أتتحدثون أثناء خطبتي الجليلة؟ كلكل. معاش ولا كان اللي يقطعك يا ذابح الخراف. إنني لا أذبح خراف فقط، إنني أذبح أيضا يمام مسالم. ده مجنون. خلصان تماما. وتظنون أنني لا أفهم ما تقولون؟ إنني أتحدث جميع اللغات. الفرنسية Je suis malade. صح. الإنجليزية I have two eyes and I can see. التركية أمان يلا لي أمان. الفرفرعون الصغير جاهز للاحتفال، حافظ الفيلم كله. اسمح لنا بقى يا سيدي الجزارين كده ناخد سيلفش مع بعض. لقد أزف الوقت، لنبدأ الآن الاحتفال. يلا حالا بالا حيوا الجزار. يلا حالا بالا حيوا الجزار. حيكون عيد ميلاده الليلة قتل وضرب نار، فليحيى الجزار. هي يلا حالا. هناك من ينشز. حمامة. لا يريد أحد الاعتراف. ما هو حسنا، سأخرجه بنفسي. أنت غرد بمفردك. يلا حالا بالا حيوا الجزار. هيكون عيد ميلاد. توقف. ليس أنت. أنت غرد بمفردك. انا صوتي رايح، كنتش بغني معاهم اصلا. صوتي رايح، خد لفه وما تعالى لي تاني. سوف أعود إليك. ماشي، سيعود اليك. أنت غرد. يلا بالا توقف. إنه أنت عم عرفة، ولقد خذلتني في هذه الليلة المجيدة. سامحني يا جزار. عيان. حسنا، لقد نال منك الكبر وهرمت وفشختك الشيخوخة. أعمل إيه؟ حكم السن. لا، بل إنه حكم الجزار وأنت الصادق. تعال لي. ائتي إلي. سامحني يا جزار. سامحني. لا تخف. اتقتلوا ولا ايه؟ اتقتلوا. يا جزار. اتقتلوا. هو قتلوا كذا مرة على فكرة، قتلوا كتير. للأسف عم عرفة لن يمكنه أن يكمل معنا الليلة، فإنه يعاني من بعض الصداع. سمعنا الصوت صداع. سمعنا. لا يمكنه أن يكمل عموما.
خلاص حصحظه يا بهبهجة. أمركم عجيب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء عجيبة، بالحظ والصدف. قلبك نشن حدف. أعذروني، أنا من محب الكينج محمد منير. كلنا نحبه. أما أنت أيتها الهرة اللذيذة، أيتها النمرة الشرسة، فلتأتي معي إلى أعلى. على فين؟ اعلى اللي هي اوضه النوم، وما تفتحش بقك بدل ما اخدك انت. مرمراتي. اللي قولي بقى يا جزارتي، انت يا اخويا هربت ازاي وايه اللي شحورك كده؟ إنها قصة طويلة. بعد دخول السجن تمكنت من الهروب، ولكن تلك الشظية اللعينة التي أصابتني واستقرت في عقلي، وأنا لم أعد أنا. وبعد هروبي من السجن غامرت وتاجرت بالسلاح. معي زرادات في غاية الجودة ب3 جنيهات فقط. بدأت رحلة كفاحي كي أستعيد مكانتي في عالم الإجرام، ولكن الشرطة لم تتركني وشأني. خذي حذرك يا مؤشر، الفرار يا مؤشر في نهي البلدية. طب وبعدين ماذا فعلت؟ لم أيأس، قررت الإتجار في المتفجرات. إنها الأنابيب، أسرعوا أسرعوا يا رباط البيوت قبل أن تنفجر فتضيع فراسكم. يا جزار أؤمريني سيدتي. يطلع لي بأنبوبة من ذاك العين ومن هذه العين سوف أصعد بها إليك وأختبرها، ولكن كان علي أن أكون حذرا. ستعمل الآن على ما يرام. تسلم يا جزار. أشكرك يا حاج. وها أنا قد استعدت مكانتي وثروتي، ولكني وحيد لا يشعر بوحدتي أحد. ايه يا جزورة ده يخرب بيتك، انت بتعيط؟ الجزار لا يبكي، إنها الحساسية. حساسية يا جزار يا حمال القاسية بيعيطوك شوية حساسية. كفانا ضياع الوقت، فلنبدأ المرح. انا مراتي في احضان الجزار يا بهجت. طيب واحنا في ايدينا ايه نعمله ما عملناهوش؟ نطلع نشوفهم بيعملوا ايه. ما هو مش هينفع نطلع احنا الاثنين لسببين. ليه؟ السبب الاولاني ان لازم حد يشبك للتاني، دي حاجه. الحاجه التانيه ان اللي هيطلع فوق هيقلع، ودي مراتك انت مش مرات انا، فلازم انت اللي تقلع اللي تطلع. طيب شبك لي. دورك. انتظري. ماذا عن عدن؟ لا يعني النونة عدن دي مش هتقدر عليها، دي ب1000 جنيه. لن أدفع فيها أكثر من 800 جنيه. 800 ايه؟ هم 1000 جنيه. إذن فالأحضر بعد الشراء كي تسكرين، وأتمكن من شراء عدن وبناء الجراجات والفنادق وبأبخس الأسعار. والنبي يا اخويا لو احضرت المحيط كله مش هتنازل عن 1000 جنيه. ال1000 جنيه بتوع ايه يا عبدة المال وكلكلبة السلسلطة؟ يا اخي ململوا عليك ساعة بدري يا بعيد. بتعمل ايه هنا يا واد؟ هتضيع لي المصلحة. مصلحة؟ قوم يا بت. يا واد لو الجزار شافك هيمشمشك. جزار ده السقساق اعلم عليه في مطنافيا.